لأول مرة نرى فنان عراقي من الجيل المتميز يتم تكريمه داخل العراق. الممثل سعد خليفة الذي طالما رفه ونفس عن العراقيين في أوقات صعيبة مرت على العراقيين، حالته المادية ليست بأفضل حال، فقد ظهر قبل أيام في إحدى البرامج وقال إن لديه كشك على الشارع يبيع فيه. عندك كشك بالشارع وتبيع؟ ايه. شو تبيع بهذا الكشك؟ شو تبيع بهذا الكشك؟ يعني القاسم الله اللي هو شنو؟ يعني بساكت دساتين، يعني بمسيح ليأتيه بعدها الخير من حيث لا يحتسب، فقد منحه رجل الأعمال العراقي مأمول السامرائي شقة بمساحة 170 متر في بغداد، والتي يبلغ قيمتها في الواقع أكثر من 290 مليون دينار. رجل الأعمال مأمول السامرائي يمتلك كرما وحياء، فقد أعطاها له مقابل سعر زهيد وهو بحدود 150 دولار فقط. الأخ سعد 171 متر، سعر المتر 1200 دينار. هدية من عندي إلى الدكتور مأمول السامرائي، هدية من عندي إلى الأخ سعد الفنان المبدع إلى وصل بها. المبلغ كله واصل 100%، لا تأخذوا منا أي رسوم، وهذه كرم إلك من نفس طيبة ومن قلب ومن حسن، ويشوف كل الخير، ولا تفكر إنه إحنا في منها نهائيا. شوف كل الخير يستاهل. الآن وبعد طول انتظار ومشقة، سعد أصبح لديه وطن.